للنقل واللوجستيك المنعقد ببلادنا. قام عزيز الرباح وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والوفد المرافق له وعدد من الشركاء والفاعلين المهتمين بقطاع النقل بالمغرب وإفريقيا بزيارة لمركز الابتكار تميز التابع للشركة الوطنية للنقل والوسائل اللوجستيكية لإطلاع ضيوف المغرب الأفارقة عن كثب عن تجربة المغرب في مجال النقل واللوجستيك. في المغرب وبحسب الأرقام تجب الشوارع حوالي 120 ألف دراجة ثلاثية العجلات. اليوم بالمناسبة كنستقبلوا ضيوفنا الكرام السادة الوزراء ومعهم كافة المسؤولين يعني لكي يطلعوا على تجربة النموذجية. تريبورتور إلى وسيلة لنقل الأشخاص بطاقة تفوق طاقة سيارات الأجرة، والنتيجة حوادث هنا وهناك. التريبورتور كيهز من 6 و7 و8 وحتى ل 10 ديال الناس. بصح رانا في دونزين كابين غير انا وبوب، بصح لا كابين هذه نورمالمون ترفد 15 بيرسون جوستومون فاسون كاين اللي تاع كاين الخير ولي كابين يصحوا لكامل الناس، يعني ما كانش اكتظاظ على مستوى المحطات. هو باش كنترزقوا هذا الموتور هذا قال لك ما تهزش البلايص ما تهزش الرمله اش غادي تهز؟ لا ما كاين لا بيرمي لا والو. كانوا قالوا لنا غادي نرقموا لكم ما بقاوش عاودوا. كيكون ما مسوريش يقدر ما يكونش عنده لاسورانس يقدر. مو علاش غادي نهرب؟ انا راه درت جوج لاكسيدات وما هربتش، علاش غادي نهرب؟ انا قانوني ومخلص المسائل ديالي، علاش غادي نهرب؟ والرساله ديالي هو يشوفوا من حالنا حنا راه كاريين وهو مناش كنترزقوا هذا الموتور هذا. ما كاينش البادي. شحال باش كتهز بلاصه كتهز بلاصه دابا ب 3 دراهم. هذه هي التذكره اللي تخليني نطلع في لا تيليكابين الكوت نورمالمون 30 دينار. هما كيسحبوك واش كتهزها دابا ب 50 درهم، وإلا هاد 3 دراهم إلا شدوك هما راه كتخلص عليها 30,000. لكن ما لا يعرفه المواطن فإن هذا النوع من الدراجات الثلاثية العجلات لا تتوفر على تأمين بالنسبة للركاب سوى صاحب الدراجة، وهي راه المرض البرد ماشي شي حاجه نقول مثلا مهمه باش غادي تعيش. كتلقى الناس في الطريق باغيين يركبوا ما لاقيش باش يركبوا، وهنا في السوق انت كتشوف الناس هنا في السوق راه ما كاينش الطاكسيات، هي اللي تلقى الناس هنا مقادين وكل شيء ولكن ما كاينش باش يركبوا. نطلعوا انا وبوب في لا تيليكابين باش نلحقوا من تريودي حتى لباب بوزريعه. صافا رانا نشوفوا 2 ولا 3 عيبات برك في لاكاس ما كانش الغشي. نستناو الدور ديالنا بيان سور باش نشريو لو تيكي ديالنا. هذا عن الإجراءات القانونية، لكن ماذا عن حياة الركاب؟ من يحميهم؟ من يعوضهم في حال وقوع حادثة سير؟ خبراء التأمين يدقون. لا ديسونت رانا في الهبطه نعاودو نولوا البوان ديبار تاعنا اللي هو كان في تريولي، دونك حاطين البوزه تاع التريولي اون 10 مينوت. سي لو غاب الكل الجزائري اللي يكون عنده شغل في هاد لي دو بوان اي نربحو كاش 2 زون سيركولاسيون ولا 20 هاينارة. داك الشتا التأمين كيفاش تأمين؟ لاسيرونس انت ما محميش. ما عرفت. مسؤولو هو. انت عارف ولا ما عارف؟ ما عرفت والله ما عرفت. ريبورت دور مرة راكب فيه كان راكب في الطاكسي. عارف راه ممنوع تركب فيه؟ نعم؟ عارف ممنوع تركب فيه؟ فاش؟ المهم قال لي هذا واش غادي نضرب عمر، قلت له سير. هكذا صار المشهد في ظل أزمة النقل. مواطنون لم يعد بإمكانهم سوى الاستعانة بدراجات ثلاثية العجلات. من نقل البضائع إلى نقل الأشخاص صارت هذه الوسيلة، ففي الدراجة الواحدة قد يتعدد عدد الركاب ما بين 5 إلى 6 أفراد، وبتعدد الركاب يتضاعف حجم الخطر. لكن ماذا عن حياة الركاب؟ من يحميهم؟ من يعوضهم في حال وقوع حادثة سير؟ نقولوا للمشاهدين ديالنا اذا كان يافي اون كوبور دو كورون ما يخافوش باسكو كاين ان موتور ديزل اللي ديكلونشي اوتوماتيكمون، هذاك واش يخلي الناس اللي يكونوا داخل ديجا لي كابين باش يقدروا يعاودوا يحبطوا الى اقرب محطه لهم. في كل محطه كاين دي بون هكا مقاعد باش تريحوا، ولا واحد جاع ياكل شويه ولا حبيتوا تسخلوه بشويه بحوري جوستومون ديروا ان اغي هنايا.
دخول هذه الدراجات إلى المغرب ساهم في التخفيف من البطالة. يعرف قطاع النقل تسهيلات وخدمات عديدة للمسافرين، من بين هذه الخدمات بطاقة نقل موحدة. هذه المبادرة من وزارة النقل بالتنسيق مع السلطة المنظمة وشركة مترو الجزائر دخل حيز الخدمة هذا الاشتراك الجديد اللي هو اشتراك شهري موحد يشمل 4 وسائل النقل اللي هما المترو، ترامواي، حافلة النقل ليتوزا والمصعد الهوائي تيليفيريك. هذا الاشتراك هو لمدة شهر بسعر 2500 دينار جزائري، يمكن المواطن أنه يتنقل ليميتي بوندون لا جورني في هذه الوسائل النقل الأربعة. وهل يمكن استعمال هذه البطاقة خارج الجزائر العاصمة؟ بداية بدينا بالاستعمال بالنسبة للجزائر العاصمة فقط، وإن شاء الله في المستقبل يمكن أن نستعمل العملية إلى الولايات الأخرى. وللحصول على بطاقة الاشتراك الشهري الموحد ما على الزبون إلا توفير شروط. لاقتناء هذه البطاقة لازم المستعمل أنه يتوجه لمحطة باش جراح للوكالة التجارية لمحطة باش جراح محطة المترو، يكون معه كوبي تاع بياس ديدونتيتي يعني بطاقة التعريف الوطني، ويتفضل الوكالة التجارية نعملوا البطاقة سور بلاس، يعني ناخذوا له صورة شمسية ويسيني ان كونترا يخلص. نقل البضائع تحولت وفي تعويض العربات التي تجرها الدواب. لا كان هذول اللي دار شي حاجه ولا غادي